صلي على النبي يا قمرايه في الكومنتات وتعالي نعمل احلى شويه بيتي فور. حاجه كده قمر، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. احلى من بتاع المحلات، عامل زي الجاهز بالظبط. وليه نجيب جاهز ونجيب بالحاجه بالغلا؟ احنا هنعمل كل حاجه في بيتنا وبمقادير كويسه جدا، وهتطلع حاجه بسم الله ما شاء الله قمر. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على طريقه التحضير على طول. انا معايا هنا يا جماعه هعمل كيلو دقيق بيتي فور. معايا 800 جرام سمنه و200 جرام سكر. خلاص، هحط السكر وسكر عادي، مش مطحون ولا حاجه، عايزه تطحنيه براحتك، حريه شخصيه. هحط السكر على السمنه وهبتدي ادوبه. معايا هنا 3 بيضات، بيضايه كامله بالبياض بتاعها و2 صفار بيض. انا شغلت العجان على السمنه والسكر. لما تعمل معايا فوم كده وبحس ان هي بقت بيضه، هي دي بقى ايه الخدمه الصح اللي انت تخدميها للسمنه والسكر بتاعه البيتي فور. وهفضل اضرب فيه لحد ما يتحول السمنه عندي، السمنه تبقى بدرجه حراره المطبخ يا جماعه زبده. انا عامله زبده. بصوا ابتدت تتحول تبقى بيضه ازاي. وهنا بحط على البيض اللي انا حطاه فانيليا اهو. وبعد ما نضربها كويس جدا، بصوا انا بوريكم بقت عامله فوم كده ولونها ابيض ازاي. هو ده اللي انا عايزاه، وهي دي الخدمه او الطريقه اللي انت هتعملي بيها علشان تطلع البيتفور معاكي ناعم وحلو. وانزل بقى ببيضه بيضه لحد ما تدوب وتختفي خالص. اروح حاطه البيضه التانيه اهو، تدوب وتختفي خالص. اروح نازله بالبيضه التالته اهو. انا زي ما قلت 2 صفار بيض وواحده بيضه كامله. البيضه الكامله عشان تمسك البيتيفور شويه، ما يبقاش دايب في ايه، في ايدينا دايب كده خالص ما نعرفش نمسكه. ومعايا كاكاو برضو ركناه هقولك ليه. طيب، انا هنا بقى خلاص حطيت المكونات بتاعتي. حطيت 800 جرام زبده، وحطيت 200 جرام سكر، وحطيت 2 صفار بيضه وواحده بيضه كامله، وطبعا عليهم حبة فانيليا. خلصت هنا بقى وادتني الفوم الجميل واللون اتغير بقى ابيض حلو كده. هنزل بقى بالدقيق بتاعي. قبل ما انزل بالدقيق بتاعي هشيل 3 معالق دقيق من الكيلو. ليه يا زوزو؟ عشان انا هستخدم كيس الحلواني يا جماعة، عشان تبقى العجينة لينة وسهلة فيه وانا بستخدمه. خلاص، بعد كده هو شلت ال3 معالق سكر اهو. قصدي ال3 معالق دقيق اللي انا شلتهم، وابتدي انزل بقى حبه حبه بالدقيق وادوبه في قلب الايه العجين اهو. حبه حبه لما يدوبوا اروح نازله بغيرهم، حبه حبه لما يدوبوا اروح نازله بغيرهم. طبعا ده كيلو دقيق كامل اهو. بنزل كده حبه حبه. لما بصوا بقى العجينه ابتدت تلم معايا ازاي، وهوريكم في الاخر القوام بتاعها كان تحفه يا جماعه. وبسم الله ما شاء الله طلع حاجه تحفه بجد بجد زي بتاع المحلات، واحلى، وحاجه بنظافه انت عاملاها وبزبده بلدي انت عاملاه اهو. بصوا بقى العجينه يا جماعه، هو ده اللي انا بتكلم فيه علشان تبقى سهله معايا في القرطاس الحلواني اللي انا هعمل بيه الايه التشكيله بتاعه البيتي فور اهو. بصوا الجمال بقى العجينه بسم الله ما شاء الله، حتى لو لزقت في ايدك شويه بس ما تحطيش دي ولا حاجه. هي كده المقادير بتاعتها 100 صح بالظبط، وهيطلع معاكي في منتهى الجمال. واشيل بقى السلاح بتاع العجان، خلاص انا خلاص استخدمته بقى ومش عايزاه تاني اهو. بعد كده اسيب بقى العجينه ترتاح شويه، وابتدي اجيب بقى القرطاس بتاع الحلواني بتاعي، وابتدي اعمل ايه بقى يا زوزو. احط فيه العجينه واشكل بقى التشكيلات اللي انا عايزاها. بصوا العجينه يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. انا شلت ال3 معالق دقيق علشان قلت لكم احنا هنستخدم قرطاس الحلواني يبقى سهل فيه واحنا بنشتغل بيه على طول، ما يبقاش تقيل في ايدك كده. خلاص بقى هنا اهوت انا اللي سبت العجينه ارتاحت شويه. هاخد نص العجينه كده اهو علشان اعملها بالكاكاو والشوكولاته اهو. وهقول لك كمان هنعمل ايه. يعني انت دلوقتي هتحطي مثلا معلقتين كاكاو، تحطي مكانهم معلقتين سمنه علشان العجينه تفضل متعادله يا جماعه في السمنه والدقيق او السمنه والكاكاو اهو. مقدار ما انت هتحطي كاكاو هتحطي مكانه سمنه، لان عشان الكاكاو هيتخن العجينه كده. لا احنا عايزين سمكها يبقى زي ما هو في البيضه اهو. بصوا انا بزود السمنه اهو، معلقه السمنه كده اهو اهو، علشان ما تتقلش مني ويبقى نفس السمك بتاع البيضه
اهو، وعجنها بقى كلها في قلب بعضها وادوب الكاكاو بتاعي كده اهو لحد ما ادتني اللون ده اهو. بقت هنا العجينه ام كاكاو وهنا والعجينه البيضه. وجبت بقى الصاج بتاعي والقرطاس الحلواني ورحت حاطه اهو الشكل ده كده اهو بتاع البيتيفور، اي شكل بقى انت حباه. وابتدي اروح حاطه العجينه بتاعتي اهو، وابتدي اشكل بقى البيتيفور بتاعي زي ما انا عايزه اهو. تمسكي ايد من فوق كده والنص الايد التانية بتبقى من فوق الشكل على طول علشان تبقى سهله معاكي وهي بتنزل اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كانت تحفه. والقرطاس ده جميل جدا يا جماعه وسهل عليا. ده القرطاس الحلواني اللي هو الاصلي، من جوه بيبقى بلاستيك ومن بره قماش عشان ما يهدرش معاكي في العجينه اهو. انا جبت كذا قرطاس بصراحه ما كانش حلو، بس رحت بقى لحد معين بتاع حلويات قلت له انا عايزه القرطاس الحلواني اللي بيعملوا بيه الحلوانيه بس اللي هو النجيف. اداني دوت واداني جبت الوش بتاع البيتيفور، جبت الوش بتاع البسكوت. ان شاء الله هنعمل بسكوت مع بعضينا، بس بجد يعني حاجه مسعفه كده وحلو جدا. والعجينه زي ما قلت لك لينه جدا في قلب القرطاس وانا شغاله بيها، كان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كانت تحفه. يلا يا قمرايه بقى نوريني كده واشتركي معايا في قناتي وتشرفيني على راسي من فوق. ولو جديده معانا في القناه فعلي زر الجرس عشان يجيلك من زوزو كل جديد اهو. اخلص بقى الصاج بتاعي، انا بعمل معاكم كام واحده بس كده تشوفوا اهو. انا لقيتها دي مش حلوه شلتها وقلت ايه هعملها تاني مفيش مشاكل اهو. وانزل بقى بيها كده اهو اهو. بصوا ما شاء الله اهو. اعملي بقى على طول كده ايد فوق وايد تحت وشغاله على طول اهو. بصوا اكمل بقى اهو. احط بقى عامله تاني الكيس كده اهوت واكمل بقى الصاج بتاعي واوريكم الجمال اللي انا عملته. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان البيتيفور تحفه يا جماعه. وتكوني مولعه الفرن طبعا. هنا بقى انا خلصت كل الصاج اهو. كوني مولعه الفرن على درجه حراره 180 وعينك عليها يا دوبك بس يخش في سوا ما يتلسعش. وهنا كان احلى بيتيفور. لزقنا بقى الشوكولاته مع الابيض عندك بقى مكسرات، عندك فول سوداني، عندك جوز الهند. انا شكلت كان عندي فستق وعندي لوز وعندي عين جمل وعندي سوداني وجوز الهند، حاجه كده قمر. يلا يا قمراي لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.